بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، هنبدأ بقى في الكورس الثالث وهو كورس الرسم البياني. أول حاجة معانا وهي أنواع العلاقات. العلاقات زي ما أنت شايف كده عندنا 6 علاقات بيانية: العلاقة الطردية والتزايدية، التناقصية، العكسية، العلاقة الثابتة، والعلاقة التربيعية. طيب إيه المطلوب منك تعرف في كل علاقة؟ مطلوب منك تعرف شوية حاجاتهم. أول حاجة تعرف معنى العلاقة، وتعرف شكلها الجبري، القانون بتاعها يعني بيبقى عامل ازاي، وشكلها البياني، الرسمة البيانية بقى، ومثال عليها، وازاي تحسب الميل. تمام. وتعرف حاجة اسمها مقارنة بين علاقتين. خلاص كده. طيب تعالى كده نشوف. هنبدأ إن شاء الله في السبورة دي بالعلاقة الطردية. معناها إيه بقى؟ معناها إن التغير بيبقى بنفس النسبة. يعني مثلا عندنا متغيرين واي واكس. خلاص. واحد فيهم لو زاد، اكس مثلا لو زادت للضعف واي بتزيد للضعف. طب اكس زاد لثلاث امثالها، واي بتزيد لثلاث امثالها. طب اكس لو قلت للنص، واي برضه بتقل للنص. اكس قلت للتلت، واي بتقل للتلت. اذا التغير هنا كلمة تشمل زيادة او نقصان، مش زيادة بس. اذا التغير هنا حصل بنفس النسبة. يبقى معناها ايه بقى؟ ان التغير بنفس النسبة مش بنفس المقدار. خد بالك، بنفس النسبة مش بنفس المقدار. والتغير هنا زي ما انا قلت لك بيشمل الزيادة او ايه، او النقصان. مش الزيادة بس، زيادة او النقصان. تمام. طيب شكلها الجبري بص بقى كده. انا مثلا لما اقول لك واي بتساوي 5 اكس، ركز كده. هنا بنقدر نقول العلاقة بين الواي والاكس علاقة طردية. يعني لو اكس ديت زادت للضعف، واي هتزيد للضعف. ليه؟ لأن الخمسة ثابتة. فنقدر نقول إن واي تتناسب طرديا مع اكس. ليه؟ لأن الخمسة ثابتة. خلاص؟ طب خد لها شكل تاني. لما أقول واي بتساوي ايه مضروب في الاكس. طيب خد بالك بقى هنا كده. عشان أقول إن واي تتناسب طردي مع اكس لازم أقول عند ثبوت الايه. فهنا كده واي تتناسب طردي مع الاكس، بس لازم نقول عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الايه اللي هو العنصر الثالث. طيب هنا كده بقى لما اقول لك مثلا برضو واي بتساوي ايه مثلا في سي في دي على مثلا زد في كي. ركز هنا بقى كده. انا مثلا عاوز اقول ان واي تتناسب طرديا مع السي، لازم اقول عند ثبوت باقي العوامل. لازم اقول ايه؟ عند ثبوت باقي العوامل. يعني عند ثبوت مين؟ يلا عد معايا. عند ثبوت الايه والدي والزد والكي. خلاص حضرتك. يعني الخلاصة ان انا عشان اقول حاجة بتتناسب طردي مع حاجة لازم اثبت باقي العوامل. لازم تبقى الجملة ثلاثية. فلا كذا تتناسب طردي مع كذا عند ثبوت الباقي. خلاص. طيب خد بالك هنا برضو. لو انا جيت اقول واي تتناسب طردي مع ايه، لازم اقول عند ثبوت الاكس. طب واي تتناسب طردي مع اكس يبقى عند ثبوت الايه لازم اثبت العنصر الثالث او العنصر الباقي في القانون. تمام. طيب بالنسبه للشكل البياني، الشكل البياني لو ده مثلا محور الصادات هنسميه محور واي يعني، وده محور السينات لو محور اكس. هنا مثلا صفر نقطة الأصل أهي. هنا مثلا نحط 1 2 3 4. هنا بقى كل مرة مثلا هنزود 5. هنا 5، هنا كده كمان 5 10، كمان 5 15، كمان 5 20. يلا لما اكس بواحد الواي بكام؟ ب5. لما اكس ب2 الواي، خد بالك اكس زاد للضعف كانت 1 بقت 2، يبقى الواي برضه زاد للضعف كانت 5 هتبقى 10. تمام كده. اكس زادت لثلاث امثله بقت 3، الواي تبقى 15. لو وصلتهم ببعض هتلاقي خط ايه؟ هتلاقيهم يمثلوا بخط مستقيم كده يمر بنقطة الأصل هي نقطة الصفر وصفر. واي ب4، اكس بكام؟ اكس ب20 يا حضرات. تمام. يبقى شكل العلاقة كده خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. طيب مثال عليها من قوانين الفيزياء. القانون مثلا اللي احنا كنا لسه قايلينه من شوية، ان القوة مثلا بتساوي الكتلة في العجلة.
ومنه العجلة هتساوي قوة على كتلة اف على ام، البعيد على القريب يعني. تمام، زي ما انا شرحت لك في الكورس الرياضي. طيب امسك بقى كده القانون ده هنا يا شباب. عشان اقول العجلة تتناسب طردي مع القوة لازم اقول عند ثبوت الكتلة الايه، العجلة تتناسب طردي مع القوة عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الام، الكتلة ام. برضه لازم تبقى الجملة ثلاثية كده زي ما احنا اتفقنا. المهم بقى دلوقتي ركز كده معايا. بص يا سيدي، انا عاوز امثل العلاقة دي بيانيا. اعمل محور صادات واعمل محور سينات. على الصادات هنحط الايه، على السينات هنحط الاف. العلاقة اللي بينهم علاقة ايه؟ طردية، تمثل زي خط مستقيم طالع من نقطة الاصل. تمام كده، خط مستقيم طالع من نقطة الاصل. احنا عشان نقرأ العلاقة دي بنقول ايه؟ بص، العلاقة الطردية تقرأ من فوق لتحت كده. هنقول الايه تتناسب طرديا مع الاف، العجلة تتناسب طرديا مع القوة، العجلة تتناسب طرديا. يبقى انا بقرأ العلاقة من فوق لتحت، خد بالك من دي. طيب هل ينفع اقول العكس؟ هل ينفع اقول ان القوة تتناسب طرديا مع العجلة؟ الإجابة لا، ما ينفعش. طيب ليه بقى؟ بص يا سيدي، في الرياضة عندنا لو اكس تتناسب طردي مع واي يبقى واي تتناسب طردي مع اكس، ده في الرياضة. لكن في الفيزياء لا، لأن الفيزياء عندنا سبب ونتيجة، عندنا شيء بيتأثر وشيء مؤثر. هنا دلوقتي يا شباب مين اللي بيأثر في مين؟ القوة هي اللي بتأثر في العجلة، والعجلة هي اللي بتتأثر بالقوة. يعني عندنا عربية مثلا، خلاص، وفي واحد بيدفعها من ورا بيزقها، العربية تبدأ تتحرك بعجلة بسرعة معينة وعجلة معينة. ركز كده بقى. دلوقتي لو أنا قلت كلما زادت القوة اللي بتدفع، إيه اللي يحصل للسرعة أو العجلة؟ هتزيد، صح كده؟ طب ينفع أقول العكس؟ ينفع أقول كلما زادت العجلة أو السرعة زادت القوة؟ طبعا لا، خلاص، لأن القوة هي اللي بتأثر في مين؟ هي اللي بتأثر في العجلة. ماشي حضرتك؟ طيب بعد كده عندنا الميل. قبل بس ما اعرفك ازاي تحسب الميل، تعال نعرف يعني ايه الميل. الميل موجود عندنا بمعناه الحرفي. ازاي؟ الخط بتاع العلاقة الطردية ده، شوف هو بيميل قد ايه على محور السينات. هو دلوقتي الخط ده مش ممكن يبقى افقي كده منطبق على محور السينات؟ كده ميله صفر، لانه لا يميل على السينات. بص السينات اهو، والخط اهو. الخط لو منطبق على محور السينات، منطبق على الارض كده كانك انت ماشي على ارض مستويه، ميل سريانك على الارض صفر. طيب لو الخط طالع لفوق شويه، يعني كانك انت ماشي على ايه، طريق مايل لفوق كده اهو، كده بقى ليه ميل مش بصفر. طب كل ما الطريق يميل لفوق اكتر كل ما الميل بيزيد، خد بالك من ده. يبقى الخط بتاعك كل ما يطلع لفوق اكتر كل الميل بتاعه ما يزيد. ده اللي موجود عندنا في المنهج. طيب ازاي احسب الميل بقى؟ عندنا اكتر من طريقه. الطريقه الاولى ركز كده معايا، سلوب الميل، طبعا الميل بالانجليزي سلوب. تمام كده. الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، دلتا واي على دلتا اكس. طيب فرق الصادات واي 2 ناقص واي 1 على فرق السينات اللي هي اكس 2 ناقص ايه، اكس 1. بقول فرق يعني طرح. خلاص، كنت واخده في الرياضة، فرق الصادات على فرق السينات، طرح الصادات يعني على طرح السينات. هنشوف دلوقتي ازاي. طيب الطريقة التانية لحساب الميل بظل الزاوية بقى. لو انت عندك زاوية سلوب بيساوي تان سيتا. طيب مين هي السيتا؟ مهم جدا بقى بالنسبة لي انك تعرف مين هي السيتا. السيتا دي يا سيدي هي الزاوية المحصورة بين الخط المستقيم بتاع العلاقة البيانية والاتجاه الموجب لمحور السينات. والاتجاه الايه؟ الموجب لمحور السينات. ما تقولش الزاوية بين الخط المستقيم ومحور السينات، لا، الاتجاه الموجب لمحور السينات. لان محور السينات عنده الاتجاه موجب اتجاه سالب. انا عاوز الزاوية اللي تحت بقى بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب اللي هي السيتا دي. طيب تعال نحسب ميل الخط المستقيم كده في الامثلة دي. بسم الله. اول حاجة هنا يا سيدي عايزين نحسب الميل. طيب الميل بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. خلاص كده بيساوي، يلا خد بالك الخط المستقيم ميله متساوي، يعني اي نقطة على الخط
لها نفس الميل. نختار مثلا احنا النقطة دي. طب النقطة اللي قصاد مين من على الصادات؟ قصاد 20. هنختار برضو كمان النقطة دي. قصاد مين قصاد صفر. طب النقطة اللي قصاد مين من على السينات؟ قصاد 4. طب نفس النقطة التانية قصاد مين؟ قصاد صفر برضو. يبقى انت خد بقى نختار نقطتين اهوت ونشوف الصادات بتاعتهم كام والسينات بتاعتهم كام. النقطتين الصادات بتاعتهم 20 ناقص صفر. طب والسينات 4 ناقص صفر. يبقى انت كده عندك فوق 20 ناقص صفر ب 20، تحت 4 ناقص صفر برضه ب 4، يبقى كده فرق كام؟ فرق 5 يا شباب. كده الميل بتاع الخط ده ب5. تمام؟ طيب ادي كده يا سيدي الميل هنا طلع ب5. تعالى كده العلاقه دي هنا بديك زاويه اهو، الزاويه بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب هات ظل الزاويه ده على طول تان سيتا. يبقى على طول مباشره يا حضرات الميل بيساوي تان سيتا. يعني تان كام؟ تان 60، وتان 60 بجذر 3 اللي هي ب1.732 ماشي حضرات؟ يبقى الموضوع بسيط. طب المثال اللي بعد كده يا شباب، بص هنا بقى نديك الزاويه اللي بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب بس المحور الصادات. لا انت هنا يخصك الزاويه اللي تحت اللي بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السنه. طب انت عندك الزاويه دي كلها قايمه 90 درجه، دي ب 60، يبقى اللي تحت بكام؟ ب 30 على طول. يبقى انت اللي يخصك الزاويه 30 مش ال 60، خد بالك من دي. طيب يبقى انت عندك هنا على طول عاوز تحسب الميل برضه بظل الزاويه برضه تان سيتا. يعني كده الميل بيساوي تان كام بقى يا شباب؟ 90 ناقص 60 اللي هي 30 يعني. طب تان 30 بجذر 3 على 3 اللي هي 1 على جذر 3 اللي هي برضه 577 من 1000. ماشي يا حضرات؟ طيب العنوان رقم 6 بقى يا شباب وهو المقارنة بين علاقتين. تعالى كده نشوف المثال الأول. أدي محور صادات واي، محور سينات اكس، جايب لك هنا خطين A و B. الزاوية بين ال A وال B 30 درجة، والزاوية بين ال B ومحور اكس 30 درجة. بيقول لك أيهما أكبر ميل A ولا B؟ طيب بالراحة كده خد بالك إن الزاوية بتاعة ال A مش 30 درجة. ليه؟ أنت بتاخد زاوية بين الخط وموجب السينات، يعني الزاوية دي كلها. طب دي 30 و30 يبقى الخط ايه عامل 60 درجة. وصلت زاوية الميل بتاعته كام؟ 60 درجة. طيب زاوية البي بكام؟ اللي بين البي ومحور السينات موجب السينات 30 بس. مظبوط كده. يبقى انت لا تنخدع بقى بالزاوية اللي بين الخطين، ماليش علاقة بيها، انا باخد زاوية اللي بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات زي ما انا شرحت لك كده. طيب بما ان زاوية الايه اكبر من زاوية البي، و اهو بما ان زاويه الايه اكبر من زاويه البي، اذا تان سيتا بتاع الايه اكبر من تان سيتا للبي، لان الزاويه كل ما زادت كل التان بتاعها ما زاد في الموجب. طيب التان اكبر، بما ان الميل بيساوي تان سيتا يبقى اللي تانه اكبر ميله اكبر، يبقى اذا ميل الخط ايه اكبر من ميل الخط بي. ماشي حضرات؟ طيب السؤال اللي بعد جايب لك علاقة بين الدي اللي هي الإزاحة، ماشي، تقاس بالمتر اهو، والتي اللي هو مين؟ الزمن، يقاس بالثانية. وجايب لك هنا خطين اكس واي. هنا كل خط بيعبر عن جسم متحرك، يبقى انت عندك هنا جسمين اكس وواي. وانا مغمض يا شباب، مين الاكبر ميل؟ الخط اللي فوق على طول اللي بيميل اكتر ناحيه الصادات او اللي عامل زاويه اكبر، خلاص يبقى اكس ميله اكبر من واي. هنا بيقول لك ايهما اكبر سرعه، اكس ولا واي؟ اكتب قانون السرعه. والله السرعه بتساوي ازاحه على زمن، دلتا دي على دلتا تي. طيب انت عندك هات لي الميل كده بقى. الميل بيساوي ايه؟ الميل فرق الصادات دلتا دي على فرق السينات دلتا تي. خلاص تقسم الرمز اللي فوق على الرمز اللي تحت. طب دلتا دي على دي، ما ده السرعه اصلا. يبقى انت خد بالك الميل هنا كده، الميل هو نفس السرعه. يبقى كل ما كان الخط اللي ميله اكبر يبقى سرعته اكبر. طيب مين اللي ميله اكبر؟ الاكس على طول عشان زاويته اكبر. شوف اكس عامل زاويه كبيره اما واي عامل زاويه صغيره. يبقى نقول كده بما ان ايه بقى؟ الميل، ركز في دي بقى، بما ان ميل اكس اكبر من ميل الواي، يبقى اذا سرعه اكس اكبر من مين؟ من سرعه الواي. ماشي حضرات؟
كده بفضل الله خلصنا العلاقة الطردية، ندخل بقى على العلاقة التزاوجية.